السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أخوكم الأهلاوي. عايز نتكلم في موضوع تسجيل الملعب مركب محمد الخامس باسم محمد عبد المنعم. دلوقتي يعني ضجة جامدة أوي معمولة إن الملعب، وأخش على جوجل ألاقي الملعب متسجل باسم محمد عبد المنعم. يعني الملعب معمول من سنة 1955. وملعب كبير جدا، يعني على مساحة 12262 متر مكعب. يضم يعني عديد من الملاعب، زي صالة الجيمانيزيوم وحمام السباحة الأولمبي وكرة السلة وكرة اليد. ف ان احنا نقول مثلا ونعمل هاشتاج، او طبعا انا مستغرب ازاي اصلا نزل اسم الملعب باسم محمد عبد المنعم على جوجل. انا استغربت، انا بعمل بحث لقيت الاسم مكتوب ملعب محمد عبد المنعم بالدار البيضاء. فاستغربت جدا انا، يعني هل ده فعلا هو طبعا انا مش مصدق طبعا الكلام ده، بس ده هاشتاج عاملينه الاهلاويه. صعب صعب بجد انت بصراحه. يعني استفزاز ما بعده استفزاز يعني. وبعدين كمان بعلق على اللي عملوه لعيبة الأهلي مع الأخ اللي هو بيقول جاي من ألمانيا، وعملوه في مطار القاهرة. وبصراحة هو كان مستفز جدا. اللي عمله قصاد سيد عبد الحفيظ وأمام عبد المنعم كهربا. فأمر صعب جدا يعني. بس هو طبعا استفز الاهلي، والاهلي طبعا بعد ما طبعا خذلوه وحققوا الانتصار. ولقوه سبحان الله، يعني قدرا كده ان هو جايين طبعا رايحين المطار، لقوه قاعد بسم الله ما شاء الله وحط رجل على رجل الراجل بسم الله ما شاء الله. فطبعا لفوا حواليه بامر مخزي بجد ان هو اللي عملوه يعني. وهو طبعا يستحق الكلام دون، يعني يستحق ان هو مستفز جدا اللي عمله مستفز. يعني انت اصلا مالكش في الماتش، لا الزمالك اصلا طرف ولا اي حاجه. يعني انت اصلا جايب بعلم الزمالك وتستفز الجماهير الاهلي، وتستفز لعيبه الاهلي قدامك وتستناهم امام المطار وتقعد تستفزهم، وانت مش عايز حد اصلا يكلمك. ده انت امر مستفز يعني. يعني انت كنت عايزهم يعملوا لك ايه يعني؟ وانتوا طبعا عايز اسم مصطفى شوبير، وهاتولي اسمه. انت هتعمل معاه ايه اصلا؟ يعني انت راجل مستفز، هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم انا جيت استفزتهم؟ طب انت اصلا مش طرف، انت مش طرف اصلا في اللقاء يعني. طب انت جاي ليه؟ تعالى يا عم اصلا عادي بلبسك اللي انت جاي بيه، وشجع الوداد زي ما انت عايز، بس مش لازم بعلم الزمالك وتستفز. يعني انت، يعني انت اصلا هل شخصيتك انت تمثل جماهير الزمالك؟ هل الواحد يتوقع ان جمهور الزمالك بهذا الحقاره؟ يعني مش طبعا، طبعا صعب. يعني جماهير الزمالك يعني جماهير عظيمه بصراحه، والناس محترمه، يعني قله قليله جدا. وطبعا هم يعني اصلا برضو يعني بيستمعوا لقناه الزمالك. وامر غريب، واحد يقول لك اصلا انا عايز الاهلي يتغلب، بس انا يعني انا بكره الاهلي وعايز الاهلي يتغلب، بس انا نفسي يغلب. ايه نفسك يغلب، وايه نفسك يتغلب يعني؟ وبعد كده يقول على نفسه اصلا انا عبيط. طب يعني امر صعب جدا، يعني امر صعب ان انت اصلا بتناقض نفسك وبعدين بتتكلم كلام عبط يعني. يعني انت اصلا يعني انت قدام جماهير، قاعد قدام كاميرا وفي استوديو، وعمال تقول كلام غريب يعني لا يعقله عاقل. يعني انك انت تقول اصلا أنا نفسي الاهلي يتغلب، واصلا نفسي الاهلي يغلب. يعني امر صعب. ومش يعني الامر بقى يعني مش مئز جدا ان وصلت الكراهيه. يعني سيبك خالص من الكوره، دي كوره ولعبه، يعني في الاول وفي الاخر لعبه. طب انت ليه تكرهها؟ وليه الكره ده كله؟ يعني انت لما تقف امام الله سبحانه وتعالى هتقول له ايه؟ هتقول لربنا ايه سبحانه وتعالى؟ هتقول له انا كرهت اخويا المسلم علشان لعبه؟ امر صعب، امر صعب بصراحه. يعني ان انا اصلا اكره اخويا المسلم او ايا كان اخويا في الوطن، ان انا اكرهه وتوصل الاهانه والشتيمه والكلام اللي هو اصلا ما يصحش يتقال على اساس لعبه. دي لعبه يا جماعه، دي لعبه ايا كان، يعني في الاول وفي الاخر لعبه يعني.
وربنا سبحانه وتعالى يعني ما خلقناش علشان الكلام دون اصلا. يعني هي لعبه وحاجه ترفيهيه، يعني مش عايزين مثلا ان احنا عشان فريق ممتاز وفريق بيحقق بطولات ان احنا نكرهه. يعني مثلا في مثل بيقول لك العين تكره اللي احسن منها، بس مش للدرجه دي. يعني مش للدرجه دي مثلا ان انا افضل اكره اخويا المسلم علشان خاطر لعبه. في الاول وفي الاخر دي لعبه يا جماعه. يعني ما نكرهش بعض علشان خاطر لعبه وناس تتعدى على ناس وناس تشتم ناس. الكلام ده مش ما يصحش، ما يصحش. لان في الاول وفي الاخر احنا هنتحاسب على الكلام دوت، هنتحاسب. يعني احنا امام الله سبحانه وتعالى. طب انت شتمته ليه؟ طب انت غلطت ليه فيه؟ علشان لعبه؟ امر صعب يا جماعه، امر صعب بجد يعني. لعبه وكلنا بنفرح وكلنا يعني بس ما توصلش للكراهيه. يعني ما توصلش ان انا اكره اخويا المسلم علشان خاطر لعبه. يعني ما توصلش. يعني امر صعب. انت هتقول لربنا سبحانه وتعالى ايه؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فامر صعب ان انا اكرس حياتي كلها للكوره وانسى كل حاجه واكره جاري واكره اخويا واكره اللي معايا. يعني لو مثلا بيت فيه واحد اهلاوي وواحد زملكاوي نكره بعض ونفضل نهينين في بعض، طبعا الكلام ده مستبعد. خاصة ان كمان بيبقى موجود ممكن الزوجة تبقى اهلاوية او زملكاوية والزوج يبقى اهلاوي ويفضلوا ينقروا في بعض وتوصل الطلاق. طب الكلام ده صعب حقيقي، الكلام ده صعب. فاحنا عايزين يا جماعة في الاول وفي الاخر دي حاجة ترفيهية، لعبة كرة قدم. يعني مش عايزين ان احنا نوصل للكلام دون. لان في الاول وفي الاخر انت هتتحاسب على القليل والكثير. يعني انت هتتحاسب اذا كنت غلطت في اخوك او اهنته او ضربته او عملته، فما تأذوهوش، ما تأذوهوش، لان دي لعبة في الاول وفي الاخر. فيعني ارجوكم مش عايزين ان احنا نوصل الامور للكراهية والحقد والبغضاء عشان لعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.